المسلسل ده انا ما شفتوش السنه اللي فاتت، سنه 23، لا السنه اللي قبل اللي فاتت شفته. السنه دي ف... والموسم التاني بينزل، فاتفرجت على الموسم الاول، انبهرت. شفت حاجات كتير تحفه، والعلاقه ما بين جول وإيلي كانت جميله، والمسلسل كان مكمل بشكل حلو. اول ما شفت الموسم التاني بقى، شفت اول حلقتين بس، توقعت المسلسل كله، واول حلقتين قفلوني من المسلسل كله. المسلسل الموسم التاني كان فيه شوية مشاهد أكشن حلوة، وبيدرو باسكال عمل اللي عليه بصراحة. الراجل كان شايل المسلسل على كتافه، بس الموسم معرفش يمشي من غيره. كانت غلطة كبيرة أوي دي، احنا هنوصل لها بعدين الغلطة بتاعت دي يعني. بس برضه المفروض الموسم التاني كان يبقى مكمل علاقة جول وإلي. فجأة بقى ممل وفي أوقات ما ينفعش يبقى كوميدي، بيبقى كوميدي فيها. وقرار قتل جول في اللعبة كان قرار غبي وملوش أي لازمة. والمشكلة إن بعد 5 سنين من سب الفانز على الميديا، نيل دراكمان قرر يقتل جول برضه بنفس الطريقة، ويمكن كمان التأثير كان أعلى، لأن إن الناس دلوقتي بقى المسلسل على نطاق أوسع. طبعا لما راح، عيوب كتير بانت في المسلسل. غيابه عمل مشكلة كبيرة في المسلسل، أصلا الناس كانت جاية تكمل عشان جول وإيلي. طبعا بعد ما شفنا تمثيل بيل رمزي يعني، كانش حد عايز يشوفها تاني. بس الناس كانت عايزة تتفرج على جول بشكل خاص يعني. عارف، في ناس بتقول لي انه واخد اكبر من حجمه، وانه بيدرو باسكال كان ممثل متوسط، بس كان شايل مسلسل. هو لوحده كان شايل مسلسل. واللي يثبت كلامي ده ان هو بعد ما اتقتل، اتفرج عرفت حد قدر يكمل المسلسل بالعبط ده. بعد ما يعني المسلسل كله ما فيش، ما هو جول بس، جول واحد بس. حاجة تانية وهي بيلا رمزي. بص انا مش هتريق على شكلها، ولا على طريقتها، ولا على تمثيلها. هي يعني انا شفت لها بصراحه كذا انترفيو بتاع، كانت بتتكلم بطريقه حلوه يعني، ومتواضعه وبتاع. فمش صح، مش صح حاجه ان انا اتريق عليها يعني. طب انتوا بتشوفوها لما بتحاول تكون شقيه وبتاع وبتاعت قلق وكده؟ انا بضحك، انا بضحك. انا ببقى في دماغي ان ده فيه يعني وخلاص وبتاع. فجاه المشهد بيكمل بقى مشهد بجد، وبتتكلم جد. بقول هو في ايه؟ وهنيجي نقارن ما بينها وما بين اشلي جونسون في اللعبه، فرق كبير. اشلي جونسون حاجة وبيلا رمزي حاجة تانية خالص. اللي عايز اقوله ان بيلا رمزي ما كانتش انسب حاجة للشخصية. ده جدع البت اللي كانت عاملة دور ابي، مش عارف كان اسمها ايه والله، اللي كانت عاملة دور ابي في المسلسل يعني، شبه ايلي اكتر من بيلا رمزي. يعني مش عارف مين اللي اختار الكاست ده، انا مش فاهم. برضه مش هنرمي اللوم كله على ايلي. برضه بسبب تمثيل ايلي ده مش لوحدها يعني، هي كتابة إيلي في المسلسل مختلفة تماما عن كتابتها في اللعبة يعني. وده يوضح قد إيه الكتابة كانت غبية، وقد إيه يعني ما كانتش ماشية خالص مع الأحداث. وعلاقتها بدينا، دينا مش عايزة يعني. الناس كلها بتشتم صراحة على النت. دينا مش مناسبة للدور وكده، بس هي جامدة بصراحة. علاقة إيلي ودينا ما كانتش زي اللعبة خالص. كانت دينا في المسلسل اي حاجه تقول لها لا الي تمشي وراها. الي ودينا كانوا تمام، هما الاتنين اي حاجه اي حد بيقول للتاني حاجه التاني يكمل عليها. في اللعبه طبعا لا، دينا كانت تختلف معاه كتير، وكان بنسمع رأي. انما دينا قلبت من شخصيه اساسيه في اللعبه، بقت سايد كيك، بقت شخصيه جانبيه كده ماشيه معاها وخلاص. اي حاجه تقول لها على حاجه تقول لها امين وبس. والمشاهد اللي ما بينهم دي، ده حوار تاني خالص يعني. يبقوا ماشيين في الغابة،
ولسه ولسه هي ما تعرفش ان ايه الاميون يعني. وفجأة يستخبوا بتاع وكده ويهربوا من الزومبي وبتاع، ويقعدوا في الاخر في بيت ويحتموا وبتاع وكده. بعد كل القلق ده مش مش يقفوا مثلا يذكروا ربنا، ي... يعني اي حاجة، يعني انتوا كنتوا لسه هتموتوا، لا فجأة ولا كأن جول ميت الحلقة اللي فاتت. هتحس إيلي مش فاكرة خلاص، الراجل ده خلاص. المهم دلوقتي بصراحة يعني دينا جامدة. كنت عايز أتكلم عن حاجة تاني، وهي سرعة الأحداث. الأحداث كانت بطيئة جدا في المسلسل. في مشاهد كاملة ما بيتقالش فيها أي حاجة. في حلقات كاملة تقريبا يعني فيلر، ما فيش أي حاجة فيها جديدة بتتقال. فده بوظ المسلسل وبوظ سرعة الأحداث. في اللعب الموضوع كان مختلف، الكات سينز اللي كانت بتيجي انت اللي كنت بتتحكم فيها، فانت اللي كنت بتتحكم بسرعة الأحداث. فده غير كتير قوي من الريتم بتاع المسلسل. مشهد شفنا إيلي ودينا بيتمشوا في الغابة ولا كأن في أي حاجة، ومشاهد كادرات واسعة وبتاع وزرافة وبص النخلة وحاجات كده يعني. وده برضو يعني المشكلة الأساسية برضو هي الكتابة، بسبب إن الكتابة كانت ضعيفة يعني. الشخصيات اللي في المسلسل كلها مكتوبة بطريقة غبية فشخ، مخلي الشخصيات كلها غبية. الشخصيات كلها من أول إيلي ودينا اللي بيتمشوا في نص الشارع وبيتكلموا بيهزروا ولا كأنهم راجعين من درس رياضة. م- الدنيا في نهاية العالم وفي زومبيز وبتاع وانتوا ماشيين كده عادي، لحد زعماء الولفز اللي قرروا فجأة يحتلوا مستشفى فيها فيروس، والفيروس ده ممكن يقتلهم في أي لحظة. وجول لما أبي كانت بتكلمه ومرضيش يبرر أي حاجة ولا يدافع عن نفسه ولا يتكلم في أي حاجة، وابي اللي سابت وراها إيلي وعارفة ان إيلي في اي لحظة ممكن تيجي تنتقم. فكل الشخصيات بتتصرف بطريقة مش منطقية، كأن اللي كتب السكريبت عيل عنده 10 سنين. المشكلة الخامسة وهي الرسالة اللي بيحاولوا يوصلوها. آه آه So we're all having a baby. I'm gonna be a dad. اللعبة أصلا كانت مليانة أجندات وبتاع فده حتة زي دي كانت متوقعة جدا يعني. بس مش للدرجة يعني مشهد بيلا رمزي وهي ماسكة راجل ضعف حجمها بتاكله نص وبتديله فينش 619 والراجل نام تحتيها. فده كلام مش منطقي يعني. مفيش حد مشي في الشارع كده ولا معدي جنبهم في اللوكيشن وقال لهم ايه ده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني هل ده طبيعي؟ والمسلسل سرح اكتر من كده كمان. يعني مثلا الست اللي كانت اللي كانت محطوطة في شيفت في وسط المية وهي حامل، هل ده طبيعي ولا قيصري؟ عشان حامل وكده يعني. هتكلم بجد، لو القصة دي حصلت في الحقيقة كان الموضوع يبقى مختلف. يعني الستات عمرها ما تكون في الصف الأمنية، عشان هما أغلى من كده بكتير. الستات كانت هتبقى في البيت بتطبخ للرجال لحد ما يروحوا. برضه بهزر عادي. أه بهزر برضه، ده يعني ده نطاق الهزار. الستات قوية، الستات كلها قوية، أقوى حاجة في الدنيا هي الستات. نتكلم بقى عن الرجالة بقى، نتكلم عن الرجالة وقد إيه الرجالة كانت جبنة في المسلسل وكلهم فاسدين، وأي حد بيتقال له أي حاجة بيمشي ورا الستات يعني. يعني كانت ماشية نص الرجالة في المسلسل. أه فده برضه كله عيوب كتابة يعني. المسلسل كان فيه إمكانية إنه يبقى أحسن من كده، بس للأسف يعني هما بوظوه بإيديهم والله. بس كده كده مش مهم، هما خدوا حقهم يعني. الناس كلها فشخ المسلسل عن النت. اللي أنا مبسوط دلوقتي إن أنا مش هشوف المسلسل ده لسنتين كمان، وهريح منه شوية. آه
مش عارف، كنت عايز اتكلم عن المسلسل ده بالذات عشان كنت مبهور بيه في الاول، وبعد كده فجأة كل حاجة اتغيرت يعني. فبس لو عايز تقول رأيك ممكن تكتبه في الكومنتس وبس كده. هو فين بابا؟